عليكم ومرحبا بكم. جديد حاره اللحم الله محرحره واللحم دايب فيها. تبعوا الوصفه طريقه تقليديه ما فيهاش زيادات بزاف، راح تعجبكم بزاف خاصه في رمضان. الحاجه الاولى لازم نديروها نشمخوا الثوم والفلفل الدريس كيما راكم تشوفوا. من بعد نديروا هذاك الثوم نقوه، نحطوا فلفل الدريس، نزيدوا له حبيبات كبابه، شويه ملح وندرسوه حتى يولينا فريمون اون بوري، يعني لازم ندوبوه مليح. من بعد في طاجين نحطوا شويه سمن شويه زيت، نحطوا هذيك الدرسه، نزيدوا عليها طريفات تاع اللحم، خلوهم يتقلاو شويه في غلطهم على نار قليله دائما. من بعد نزيدوا لي زيبيس، نسحقوا حرور نافس، شويه نتاع بابريكا، ولا حبينا نزيدوا شي فلفل الكحل هذا ما كان. نحطوا اون كويير تاع لا طوماط كونسونطري ولا لا طوماط اللي نخدموها في الدار، نحطوا شي حميصه مشمخه ونخلوها تزيد تقلى في غلطها. ما ننساوش هذاك المهراس لازم نشلوه البنه كامله راهي فيه تاع الدرسه. نمرقوا مليح، نغلقوا عليها ونخلوها طيب في غرتها. بيان سور الا خصنا الملح نزيدو. كي نحلو عليها نصيبوا اللحم هذاك طاب مسخسخ الله الله. لا تحب النار قليله شتات اللحم، ما تحبش نار قويه كيما راكم تشوفوا. ولازمنا بيان سور مطلوع تاع الدار باش نغمسو شتات اللحم لازم تتغمس. فوالا بصحتكم، نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم. ما تنساوش تابونيو وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم.